صباح الخير عليكم. بقالي فتره مش بنزل فيديوهات وبعيده شويه عن اليوتيوب عشان الامتحانات وكده. بس قررت ان انا ارجع بقى بوصفه جامده جدا، وهي القراقيش بالعجوه. القراقيش بالعجوه طلبت مني كتير، وخصوصا بعد فيديو القراقيش الساده. انا عملت شويه بالعجوه وشويه ساده، فيلا بينا نبدا. هنحتاج اول حاجه باكو خميره. هنحطوه مثلا في برطمان، ممكن نحطوه في اي حاجه ليها غطا عشان نقعد نعمل الخميره بطريقه كده، يعني هتخليها احسن بكتير. وهنحط عليها معلقه بيكنج باودر، ومعلقه سكر كبيره. بعد كده هننزل بكوبايه لبن دافيه. هنقلب بقى الخميره شويه، وبعد كده بقى هنقفل عليها بالغطا، وبعد كده نبدا نرجها. الخميره كده على فكره بتتفاعل بطريقه احسن لما بنغطيها، احسن ما نبقى عاملينها في حاجه يعني مفتوحه. وهنحتاج لوصفه النهارده كيلو دقيق. كيلو دقيق ده بيطلع معانا كميه كويسه قوي قوي من القراقيش، وتقعد معانا اكتر من اسبوع. هننزل عليهم معلقتين سكر بودر. وطبعا لو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما ننساش بقى طبعا ذره الملح. نقلب كويس، وبعد كده نبدأ ننزل بالسمنة بتاعتنا. دي كوباية سمنة عليها كوباية زيت. نبدأ دلوقتي بقى نبس الدقيق بالسمنة. هنسيب طبعا زي معلقتين سمنة في الاخر كده، زي ما انتوا هتشوفوا، علشان هنعمل بيها العجو. الموضوع مش صعب خالص خالص، ومفهوش عجين اوفر. هي بس هنبس الدقيق بالسمنة زي ما انتوا شايفين، الموضوع بسيط جدا. واحنا مش بنحتاج اي حاجه زياده خالص، يعني هي مقادير مظبوطه تماما. وده زي ما انا قلت لكم كده، هنسيب المعلقتين دول اللي في الاخر عشان نعمل بيهم العجوه. ونجيب نوع عجوه حلو قوي، يعني نحاول ان احنا نجيب نوع موثوق فيه علشان تطلع معانا مظبوطه. وده دلوقتي بعد ما بسينا الدقيق بالسمنه، هنبدا دلوقتي ننزل بالخميره. دلوقتي هنبدأ نلم العجينة بتاعتنا. الموضوع مش صعب خالص، هو بس ان احنا هنلم العجينة هتاخد معانا 5 دقايق ولا حاجة، مش اكتر من كده اعتقد. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما عجناها هنحطها بقى في كيس، ونسيبها ترتاح 5 دقايق لغاية ما نعمل العجوة بتاعتنا. احنا جبت حوالي ربع عجوة كده، وحطيته في المعلقتين سمنة دول، وبدأت ان انا اعجنه. طبعا كلنا عارفين طريقة العجوة بتتعمل ازاي، الموضوع مش صعب خالص. عاوزه اقول لكم ان انا ما كنتش بحب القرايش بالعجوه، بس انا لما عملتها واكلتها لا حلوه يعني، الطف من بره بكتير. وطبعا انك تعملي القرايش في البيت ده اوفر ليكي، وحاجه صحيه اكتر لاولادك، يعني اكتر من اللي هي بتتباع بره. كده احنا خلصنا عجن العجوه. هنبدا دلوقتي نشكلها. زي ما انتوا شايفين كده، انا فردتها بشكل طولي. وهنبدا دلوقتي نعمل العجينه. هناخد قطعه، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بقى، هو الفيديو بيشرح نفسه. زي ما قلت لكم في فيديو القراقيش الساده، ان ممكن نعمل بالقراقيش مشروع بيبقى مربح جدا من البيت. وخصوصا كمان بالعجوه ده، يعني حاجه برضو عليها طلب كتير قوي قوي، وما بتختلفش سعرها قوي وانت بتبيعها، بس هي بتبقى بتوزن معاكي كويس. فبرضو مشروع مربح جدا للناس اللي بتحب تعمل مشاريع في البيت. هنحط دلوقتي العجوه بقى بعد ما فردنا العجينه، وهنبدا نلم عليها العجينه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي.
اهم حاجه نكون ان احنا متاكدين ان احنا مقفلين على العجوه كويس، علشان ما يبقاش في حاجه بره وتنشف مننا لما نيجي نسويها. نبدا دلوقتي نقطعها بقى. نحاول ان احنا نظبط ايدينا شويه، انا على قد ما اقدر حاولت ان انا اظبط ايدي، ونرصها في الصاج وبعد كده ندخلوها الفرن. انا بدخلها على اعلى درجه حراره، وفي الرف مثلا اللي في النص، طبعا كل واحد على حسب فرنه وعلى حسب ما هو بيسويها ازاي. ودلوقتي العجوه خلصت مني، فقلت ما اسكتش، طبعا في لسه عجينه، فعملتها ساده. طريقة السادة سهلة جدا، احنا بنفرد برضو العجينة ونقوم مقطعينها وحاطينها في الصاج برضو. الموضوع مش صعب خالص خالص ولا على اي حد، يعني اللي عايز يجرب بجد جربوا وخدوا الخطوة. يعني في بنات كتير لسه مثلا ما بتعرفش تعمل اكل او كده، والمخبوزات دي ما بتجيش معاها، بس القراقيش بجد حاجة سهلة جدا غير اي مخبوزات تانية. في مخبوزات لازم ان احنا نعجن فيها كويس قوي ولازم تطلع معانا مظبوط، بس بجد القراقيش سهلة وطريقة عجنها سهل، فاللي هو اتجرأوا واعملوا، يعني ما تخافوش، يعني هو المطبخ جرأة ولازم تتجرأي وتدخلي تعملي. ولو باظت منك مرة ما فيش مشكلة، شوفي الفيديو تاني واعمليها تاني، هتطلع معاكي مظبوطة في المرة التانية. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. باي باي.